صباح الفل على حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخضره والحاجات الجميله. انا نزلت النهارده، رحت السوق لحد عندنا، الحاجات فيه بتبقى كويسه شويه ومهوده. فنزلت جبت حاجات من هناك، حاجه الاسبوع، وفي حاجات منها برضو للشهر. يعني انا جبت البصل ده، البصل الابيض والبصل الاحمر ب 12. انا جايبه 5 كيلو ونص، وجبت هنا كرتونه بيض هحطها في التلاجة، وخيار وبطاطس وموز، وجبنا فلفل اخضر، وجبنه برتقان، وهنا ديت سبانخ هجففها. وجبت معاكم، جبت المفرش دوت، دي مفرش تلاجة اهو يا حبايبي، بس صغير مش كبير، عايز تلاجة صغيرة شوية وانا تلاجتي كبيرة. فانا عندي مشمع خيامية، هطلعه وهقص عليها، انا كنت جايبه دوت ب10. وجبت ده للبوتاجاز، ستيكر للبوتاجاز، وده فويل برضو، حاجات كده جبتها النهارده من السوق خفيفه كده، قلت ايه اجي املى المطبخ، وحاجات كده كانت ناقصاني انا جبتها فعلا. فهنطلع بقى الحاجات ديت ونعملها، هخش على التلاجة وهوريها لكم عشان نعملها مع بعض بالخيامية. اعذروني بقى على المنظر ده يا جماعة، بصوا ولادي بقى لهم فترة ويحطوا ويطلعوا الحاجات بنفسهم، فانا مش مظبطاها كويس، فانا هغير الخيامية وهنزل كل ده وهظبطها بترتيبي انا اللي انا بعمله. عارفين الفترة اللي فاتت كانت عندي ظروف تعبانة، فما كنتش بحط، فعيالي كانوا شغالين فيها براحتهم بقى، بيعملوا اكل ويحطوا ويطلعوا، انا بترتيبي انا. في حاجات هنا بواقي هشيلها، وهنا ده طبق حلويات هطلعه وهحطه في العلبة بتاعته مع الحاجات التانية. هفضي بقى كل ده وهغسلها، يلا بينا ونشوف الخيامية. ده يا حبايب قلبي المشمع اللي كنت جايباه معاكم في الخيامية، في المشتريات بتاع الخيامية من الخيامية تحت. فانا هقطعه تخين وتقيل وخامته كويسة قوي، احسن من الخفيف. هقطعه وهعمله معاكم في التلاجة وهنفرشها. يلا بينا نفضيها ونظبطها. ادي حبايب قلبي انا كده فضيتها اهي، هصبنها كويس، وافضل في الباب هنا بقيت في بلح اهو، ده بلح. وهنا بقيت تمر السنه اللي فاتت، مكسرات وحاجات تاني السنه اللي فاتت. هفضي بقى كل دوت وهغسله. ادي حبايبي انا فضيتها خالص اهو، وطلعت منها الادراج والحاجه. هغسلها كلها وهصبنها وهحط لها المفرش عشان ما ياخدش وقت معانا. انا كده معايا حبايب ايه المفرش، احط عليه الشبكه وهقص عليها عشان اركبهم على طول. ادي حبايب قلبي، ادي حبايبي اهي، بصوا الشخصيات اهي حطيناها فيها، قطعناها كده، فرشنا كل المفرش، ناقص هنا هنظبط هنا برضو وهفرشها. وادي حبايب قلبي بصوا ادي الباب اهو، بصوا شكلناه كده احمر في غامق. بصوا في معايا هنا برضو، بصوا هعملها دي كده اهي، فوانيس كده مفرغاها. بصوا هركبها، ايه رايكم بقى كده؟ عملتها بالدبل فيس، فرغتها كده تدي منظر. يلا دي فرش التلاجة. وادي حبايب قلبي ادي التلاجة اهي من فوق خلصناها، حطينا عليها حاجة رمضان بصوا، وده دي فريزر من تحت، دي من فوق كده. هنفتحها ونسمي الله ونشوف وضبناها ازاي. على قد بقى هي قديمة التلاجة، بس الحمد لله سايعاني ومبسوطة بيها وحلوة ومكفياني وشايلة حاجتي كلها. يلا بينا نشوف جوه التلاجة ايه. بص حبايبي انا كده واقفة على كرسي صغير عشان اطولها. هنا فوق انا حاطة هنا ده البرتقال، وهنا دي الطماطم. بصوا بغلفها بالمناديل عشان تاخد معايا، ممكن تقعد معايا اسبوعين بدم مش مبلوله ومش داخلها ميه. ممكن تقعد معاكي بالمناديل كده اسبوعين، طبقه وطبقه بحطها بين الطماطم، ما بتطلعش بخار التلاجة، ما بيطلعش عليها، فبالتالي بتقعد فتره طويله قوي. والناظم ده انا حاطه فيه البرتقال. وهنا دي الازايز بس لسه بقيتها جوه، هغسلها تاني وهكملها. انزل كده ادي حبايبي، ده هنا ده الموز، انا بحطش فاكهه بره. وهنا بقيه الفراوله. وهنا ده طبق حلويات، انا بحطه كده وبعزيه اهي كده. اللي بيعوز من ولادي بيجيب طبق وشوكه وبيطلع عليها. وهنا بقى كده دي الزبده اللي انا مسيحاها عشان رمضان، وديت جبنه فيتا وجبنه شيدر،
وهنا جبنه نستون، ودي علبه جبنه عاديه سايباها، انا بجيبها سايبه وبحطها هنا اهوت في العلب، ودي لسه فيها اهي يا حبايبي. تحت هنا بقى لسه بقيت حاجات هحطها تاني، بس لسه ما فضيتهاش، انا حبيت اوريها لكم وهي رايقه كده اهي، بحاجات بسيطه خالص. ادي هنا بسم الله اهي يا حبايبي، ده الباذنجان العروس والباذنجان الرومي والفلفل والخيار وليمون، حاجه التلاجة اللي بحطها فيها يا حبايبي. بصوا عامله ازاي. هنيجي بقى هنا كده بسم الله، بصوا بقى ظبطتها ازاي من فوق، بصوا عامله ازاي. ده هنا الكركديه انا حاطاه هنا فوق، وهنا كده البيض، بس انا حاطه جايبه بيض تاني حطاها هوريهولكوا دلوقتي. ده يا حبايبي اللي انا عاملاه على ايدي وعملته معاكم السنه دي وصورته، الزبيب ولفه تمر، دي عندي من السنه اللي فاتت. وده البلح اللي هو التمر اللي بيتعمل باللبن، انا جايبه 2 كيلو حطاهم هنا. وادي يا حبايبي بصوا دي الفوانيس اللي انا فرغتها، دي كرتونه بيض وفي فوقها تاني، فانا هكملها واحطها هنا عشان يبقى قصادي، عشان رمضان بيحب ولادي في السحور لازم بيض مسلوق. وهنا المايونيز والكاتشب والمستردة جايباه سايب وحاطاه برده في ازازه، ده وده وده مع بعضيهم اهي يا حبايبي. غسلناها وفرشناها، المشامعه كانت صغيره خالص وخفيفه جدا كانت هتقطع، فانا عملت من دوت اهو بصوا بمتر ونص عملته كلها ده وفوق كله كده اهو. بصوا ايه رايكم، خفيفه وشكلها حلو، فتحته صغيره كمان من متر ونص اهي يا حبايبي. يا رب يكون فيديو النهارده خفيف واستفدتوا منه. لو عندك مشمع هتقصيه وتعمليه بصي بالشخصيات اهيت وفوانيس، بصوا عامله ازاي، حتى الشخصيات انا قصاها برده عاملاها مديها منظر حلو قوي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، قومي واعملي كده وشجعي، حتى لو حاجتك قديمه بس كويسه وواسعه ومريحاكي. لما لي كل حاجه وفي خضار وحاجات تانية لسه هغسله وهعمله، فانا لسه مفضيتش كله، انا اهتميت الاول ان انا اغسلها وافرشها واوريها لكم وهي نظيفه كده وحلوه. بصوا عامله ازاي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، متنسوش حبايبي لايك والشير والاشتراك في القناه، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.